اللعبة. هاد الجملة اللي كتشوفوها قدامكم في الصورة المصغرة ماشي غير كلام باش نجيبوا المشاهدات، هذه هي الخلاصة اللي وصلت لها تقارير استخباراتية في الساعات الأخيرة. واش كيسحاب لكم هاد النظرة اللي كيشوف بها الملك محمد السادس لماكرون في الصورة هي نظرة عادية؟ هاد اليد اللي محطوطة على كتف برونو لومير كتقول باللي الحساب سالا، والشيكات اللي كانت فرنسا كتعمرهم بلا رصيد سياسي تقطعوا اليوم في المجهول السياسي غادي نكشفوا لكم علاش قصر الإليزي كيعيش حالة رعب حقيقي، وعلاش انتهت اللعبة هي الحقيقة اللي كيحاول الإعلام الفرنسي يخبيها. حنا هنا باش نجبدوا المسكوت عنه والسر اللي خلى ماكرون يخرج على السيطرة في آخر اجتماع مغلق. واش كيسحب ليك باللي الأزمة هي غير حدود أو تأشيرات؟ راك غلط بزاف، اللعبة أكبر من داكشي، والضربة هاد المرة جات من بلاصة اللي فرنسا عمرها ما تخيلتها. واش عارف باللي كاين ملف أسود تحط فوق ماكرون مؤخرا وبسببه ما بقاش كينعس؟ ولكن واش سألتي راسك شكون هو الشخص الثالث اللي كان في الغرفة وما باينش في الصورة وهو اللي قلب الطابلة على فرنسا في إفريقيا؟ اللعبة انتهت لأن المغرب ما بقاش كيلعب بالقواعد القديمة. في الكواليس كاين تقرير سري للغاية كيتداول في أروقة المخابرات الخارجية الفرنسية DGSE كيأكد باللي الرباط لغات رسميا التبعية التقنية في أنظمة الرادار والاتصالات العسكرية اللي كانت كتاخذهم من فرنسا، وعوضاتهم بتكنولوجيا إسرائيلية وأمريكية متطورة مئات المرات. هاد الخطوة خلات فرنسا عمية تقنيا في المنطقة، ما بقاوش عارفين اش كيطرى في عمق الصحراء او في الحدود الجنوبية. ماكرون ملي سمع هاد الخبر جمع المستشارين ديالو وقال لهم فقدنا السيطرة على العيون والودان ديالنا في شمال افريقيا. هادشي ماشي غير تنويع شركاء، هذه عملية بتر للنفوذ الفرنسي. المغرب قطع الخيوط اللي كانت فرنسا كتحرك بها العرائس ديالها في المنطقة. هذا العمل التقني هو اللي خلى فرنسا ترتكب أكبر خطأ دبلوماسي في تاريخها فاش حاولت تلعب ورقة الابتزاز الطاقي وصدمها المغرب برد فعل ما كانش على البال. واش عارف شنو هو هذا الرد؟ علاش برونو لومير باين في الصورة محني الراس ومضغوط؟ لأن المغرب فعل بروتوكول الظل الاقتصادي. بعيدا على الصفقات اللي كنشوفوها في الأخبار، كاين تحرك مغربي صامت لسحب الاستثمارات الكبرى من البنوك الفرنسية وتوجيهها نحو صناديق سيادية في آسيا. هذا التحرك خنق السيوله اللي كانت كتحتاجها الشركات الفرنسيه باش تمول مشاريعها في افريقيا. لومير عارف باللي خسر الكاش المغربي، وهذا الشيء كيعني افلاس محقق لشركات فرنسيه عملاقه كانت كتعيش على ظهر الصفقات العموميه في الرباط. الضربه كانت مدروسه، المغرب ما هددش، المغرب نفذ في صمت وخلى الاقتصاد الفرنسي يواجه الحقيقه المره. المغرب ما بقاش بقره حلوب. ولكن هذه الضربة المالية هي مجرد مقبلات، لأن الطبق الرئيسي كيتعلق بشفرة سرية بين الرباط وواشنطن خلت ماكرون يحس بالخيانة من أقرب حلفائه. شنو هي هذه الشفرة؟ في الوقت اللي كان ماكرون كيسحب ليه باللي هو الوسيط الوحيد بين أمريكا والمغرب، اكتشف باللي كاين قناة اتصال مباشرة دايركت لينك تبنات بين الأجهزة الأمنية المغربية والCIA بعيدا على علم المخابرات الفرنسية. هذه القناة كتتعلق بمشروع القاعدة العسكرية الذكية في الأقاليم الجنوبية اللي غادي تكون هي المركز رقم 1 لمراقبة الملاحة في المحيط الأطلسي. فرنسا لقت راسها خارج اللعبة، والأمريكان قالوها لماكرون بالواضح: المغرب شريك استراتيجي مستقل وإحنا ما محتاجينش الوسيط لغوي أو سياسي. هذه كانت الطعنة اللي خلت ماكرون يبان بداك الوجه المهزوز في الصورة. واش كيسحب ليك هاد التوتر هو حده هنا؟ لا، اللعبة انتقلت لعقر دار فرنسا، وبالضبط لقلب الجيش الفرنسي. كيفاش المغرب قدر يخترق هذه المؤسسة؟ المعلومة اللي غادي تصدمك هي باللي المغرب قدر يبني لوبي داخل المؤسسة العسكرية الفرنسية بيدها. جنرالات كبار في الجيش الفرنسي اللي خدموا في إفريقيا ولاو كيصرحوا في اجتماعات مغلقة باللي خسارة المغرب هي انتحار لفرنسا. هاد الجنرالات ولاو كيضغطوا على ماكرون باش يتراجع ويطلب السيرة، لأنهم عارفين باللي المعلومات الاستخباراتية اللي كيعطيها المغرب لفرنسا هي اللي كانت حامية باريس من هجمات إرهابية كبرى. المغرب حبس الروبيني ديال المعلومات الحساسة وخلى فرنسا تواجه المجهول أمنيا. هذا الابتزاز العكسي هو اللي خلى الإليزي كيرجف. وما حدنا كنهضروا على الروبيني، واش خبارك باللي كاين حرب ديال المعادن النادرة نايضة دابا تحت الأرض والمغرب هو اللي شاد السارو ديالها؟ فرنسا ديما كانت عينيها على اليورانيوم ديال النيجر، ولكن المغرب لعب لعبة أذكر،
الرباط دابا كتحكم في مستقبل الامونياك الاخضر والفوسفات اللي كيدخل في صناعه البطاريات ديال السيارات الكهربائيه، اللي هي الرهان الوحيد ديال فرنسا باش تنقذ صناعتها. المغرب قال للفرنسيين بغيتوا الماده الخام خاصكم تعترفوا بالسياده الكامله وتغيروا لغه الخطاب. فرنسا دابا بين نارين، اما تموت صناعيا ولا تخضع دبلوماسيا. الصوره اللي كتشوفوها كتلخص هذه اللحظه، ملك واثق كيعرف قيمته ورئيس فرنسي ضايع بين طموحاته الاستعماريه والواقع المر. هذا الضغط الاقتصادي جاب نتيجه سريعه وبانت في واحد الوثيقه مسربه من وزاره الخارجيه الفرنسيه كتهضر على تنازل تاريخي كيتوجد في الكواليس. شنو فيه؟ الوثيقة اللي خرجت من الكي دورسي وزارة الخارجية الفرنسية كتهضر على إعادة صياغة كاملة لموقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، ولكن بطريقة تدريجية باش ماكرون ما يبانش قدام الشعب ديالو باللي خسر الحرب. الخطة هي اعتراف واقعي كيبدأ بفتح قنصليات اقتصادية ومشاريع تنموية كبرى بتمويل فرنسي في العيون والدخلة. هذا الشيء ماشي حبا في المغرب، ولكن خوفا من الإقصاء الكلي من مشاريع الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا اللي المغرب هو البوابة ديالها. انتهت اللعبة يا ماكرون، والمغرب هو اللي دابا كيكتب شروط العقد الجديد. ولكن كاين واحد عنصر تشويش كتحاول فرنسا تستعمله كآخر ورقة. واش هو الجار الشرقي ولا كاين شي حاجة أخرى أخطر؟ المعلومة الاستخباراتية الجديدة هي باللي المغرب هو اللي هندس الخروج الهادئ لفرنسا من دول الساحل. الرباط استعملت الدبلوماسية الروحية والعلاقات مع القبائل الكبرى في مالي وبوركينا فاسو باش تقنعهم باللي البديل هو التعاون جنوب جنوب ماشي الاستعمار الفرنسي المقنع. فرنسا لقات راسها معزولة تماما والمغرب ولا هو العراب الجديد في المنطقة. هذا الشيء هو اللي خلى ماكرون يحس باللي البساط تسحب من تحت رجليه في القارة اللي كانت كيسحب ليه باللي هي حديقة خلفية لباريس. واش كيسحب لك هذا الصراع كيسالي في افريقيا؟ لا، الحرب وصلت لقلب الاتحاد الاوروبي والمغرب دابا كيحرك بيادق قويه في بروكسل ضد فرنسا. المغرب ما بقاش بوحده، دابا كاين حلف مغربي اسباني الماني غير معلن داخل الاتحاد الاوروبي. الهدف ديالو هو تقليص الهيمنه الفرنسيه على القرار الاوروبي اتجاه افريقيا. المانيا واسبانيا ولاو كيشوفوا في المغرب شريك موثوق اكثر من فرنسا اللي ديما باغا تجر كل شيء لجهتها. هاد العزله اللي كتعيشها فرنسا داخل اوروبا هي اللي خلات برونو لومير يطير للمغرب في محاوله يائسه لترميم ما يمكن ترميمه. المغرب دابا هو اللي كيدير الفرز للدول الاوروبيه، واللي ما غادياش مع النيشان المغربي كتبقى برا اللعبه. دابا وصلنا للحظه الحقيقه، كاين واحد السر شخصي كيتعلق بالعلاقه بين القاده هو اللي غادي يحدد اشنو غيطرا في السيمانات الجايه. في الاخير خاصنا نفهموا باللي انتهت اللعبه هي بدايه لعهد جديد. المغرب دابا كيتسنى الاعتراف الصريح والنهائي باش يفتح الابواب لفرنسا من جديد، ولكن هذه المره كزبون ماشي كوصي. المعلومات كتقول باللي كاين زياره مرتقبه، ولكن الشروط المغربيه محطوطه فوق الطاوله وبخط عريض، لا مجال للمناطق الرماديه. ماكرون دابا كيشوف في المرايه وعاف باللي الكبرياء ديالو هو اللي وصلوا لهذا الحيط المسدود. واش غادي يقدر يتنازل ولا غادي يستمر في الهروب للقدام حتى يلقى راسو خسر كل شيء؟ الايام الجايه مخبيه لنا مفاجات غادي تغير وجه المنطقه بالكامل، وحنا هنا غادي نكونوا اول من يوصل لكم الخبار من قلب المطبخ السياسي. ولكن قبل ما تسد هذا الفيديو كاين واحد التحرك عسكري غريب طرا البارح في المنطقه العازله، والتقارير كتقول باللي عنده علاقه مباشره بهذا الضغط اللي كتمارسه الرباط على باريس. واش هذه هي الضربه الامنيه اللي غادي تنهي الجدل بالمره؟ هذا الشيء اللي غادي نكشفوه في التسريب الجاي اللي كيتوجد دابا في مكاتب المجهول السياسي. خليك واجد لان اللي جاي غيكون كبر بزاف من هذا الشيء اللي سمعتي دابا.